شو البلد اللي بتحكم العالم؟ بلد استغفر الله العظيم عبارة عن عصابة. عصابة عاملة فردة وأتاوة على الإيه؟ على الناس وعلى البلاد. هي عايشة على كده، عاملة فزاعة إيران للخليج والسعودية ومش عارف إيه، وهي من جواها فاضي، كله بيتأمر على كله. اللي الرئيس بتاعهم سايب الحكم بقاله أكتر من 6 أشهر. ده زنقة لسان بتاعت ترامب. قال لك اللي بيحكم باراك أوباما، ولا انتوا عارفين باراك أوباما؟ هو بيتكلم يعني ادي البلد اللي ايه، البلد اللي ايه اللي بتحكم ايه العالم. عملت ايه؟ منعت المعونة العسكرية عن مصر بقالها 2 3 سنين. لما مصر والله العظيم دماغ ولا ذاكر راسه. يعني انا ببقى متضايق وببقى ازاي يعني سايبين واحد زي نتنياهو ده بيعمل اللي بيعمله في غزة وبيعمل ده. قوة ضبط نفس صعبة جدا. المهم نرجع مرجوعنا للايه، لل للي متغطي بالامريكان. الامريكان تعمل ايه؟ ايران واسرائيل دولت ايه؟ بيحاربوا بالوكالة عنها في الشرق الاوسط. تدي ده فلوس وبتدي ده فلوس وايه، واعمل فزاعة مع الخليج، وانت اعمل فزاعة في غزة، واعمل مش عارف مع الأردن وهنا وهنا وسوريا والكلام ده. وعايز انا الموضوع ده يشتغل على طول. عايز ابيع سلاح واخد ده ايه الاتاوة من البلاد. ها، صفقة ب 400 مليار وصفقة مش عارف ايه. ده شغال على كده. هي عايزاها تبقى في سلام؟ لا. ومصر ماسكة نفسها على قد ما تقدر. بس ان شاء الله اللي ايه، موضوع فيلادلفيا دوت ايه هي نهاية نتنياهو. عليه احكام، عليه احكام. عايز يطول الحرب عشان الاحكام دي ما تتنفذش عليه. ودي معروفة من الداخل للخارج. كله ايه بيتفرج مستنينا مصر. قال لك ايه الجزيرة؟ تقول لك ايه ان ايران ده احنا مستنيين ايران. يا ايران هتشتبك امتى؟ ولا بعد 300 سنة تشتبك. عارفة نفسها لو هي ضربت طوب على اسرائيل في نفس اللحظة هتتدمر المنفعل النووي بتاعهم في نفس اللحظة. وهنية اترمى في حضن ايران، اتعمل فيه ايه؟ اتضرب عندهم، الله يرحمه. اللي متغطي بايران عريان. واول اللي لما بيغدروا بمصر، وبنستحمل وبنطبطب عليهم. مش عايز افتح. عملوا ايه؟ دمروا غزة ودمروا بلادهم، عشان ما يقولوش انت متحمل عليهم وجاي عليهم. انا حزنان على كل نقطة دم تسببوا فيها. هو ربنا اللي هيحاسب الناس دي يوم القيامة. الاطفال والنساء اللي ماتوا ديت واللي اصيبوا 900,000 اصابة و400,000 شهيد. مين اللي هيحاسب الفاتورة دي؟ يقول لك كل لما هم الاخوان كده، كل لما الدم يكتر طول ما احنا يبقى موجودين، نفضل موجودين ونتاجر بيهم. دي الخطة بتاعتهم من زمان. ماشي، واحنا بنستحمل عشان خاطر الباقي اللي موجود دوت. مهم دي نقطة. غصب عنهم راحوا باعتين الايه، المعونة العسكرية. لما لقونا ايه، اتفقنا مع الصين، الطيارات اشتغلت وعملت ايه طلعات وعرض جو. قالوا ايه اللي بيحصل دوت؟ ده راح على روسيا وراح على الصين وراح على فرنسا ومش معبرنا. لا، غصب عنهم زي الكلاب راحوا باعتين بمليار
و300 مليون معونة. كله قال لك لا انت تبعت لهم ازاي، واسرائيل راحت في نفس اليوم لما لما اتعملت تفتيش عند الحدود، اتعمل عرض عسكري، اتصل على طول زي ما اتصلوا يوم ايه، لما كنا خلاص داخلين تل ابيب، جود مير الحقني يا كسنجر، راحوا باعتين ايه، جسر جو من البلد اللي ايه، اللي عملت تعاون عسكري مع الايه، مع اثيوبيا. طلع الجسر الجوي يضرب في الجنود بتاعتنا. السادات الله يرحمه قال لك ما عنديش استطاعة حرب امريكان، ووقف الحرب. قال لها تمام كده يا جود، قالت له تمام يا كسنجر. المهم اللي احنا ايه، نشم نفسنا و... واللي جاي بقى ايه، نقدر بقى ايه، نكون وقفنا على رجلنا، نقدر نشوف هنعمل ايه. وقفت الحرب على كده، وقعدوا يشتموا على السادات ويقول لك وقف الحرب، وكنا زماننا خلصنا عليهم وما خلصناش. كل واحد بيتكلم في ايه، في الهوا. مش عارف الدولة ديت راحت في نفس اليوم او تاني يوم عملت تعاون عسكري، ما بعد ما احنا عملنا تعاون عسكري، واحنا رحنا عملنا تعاون عسكري مع الصومال، مش هم اللي جم. فقال لك لا انا ايه، زعيمة القرن الافريقي، انا خدوني معاكم لو ادي نفسي في داهية. ماشي، هنقول لهم يا مرحب يا مراحب، اهلا باللي يشارك مع اثيوبيا.